سلام، فيديو جديد على قناتي ودائما في إطار نظام غذائي صحي. غنقدم معكم اليوم أو غنحضر معكم شباكية صحية بما أنه قرب رمضان. الله يدخل علينا بصحة وسلامة إن شاء الله. غندوزو المكونات. غنحتاجو هنا 100 غرام ديال دقيق شوفان، وغنحتاجو كيلو ديال الدقيق الأبيض، وغنحتاجو 2 معالق من نافع وحبة الحلاوة وسنجلان. عندنا طاسة ديال السنجلان، طاسة ديال اللوز والكوزة محكوكة، وعندنا مسكة الحرة، شوية ديال الملحة، 2 مغارف ديال القرفة، شوية ديال خميرة الحلويات وشوية ديال خميرة الخبز. غنخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضهم، وغنحاولوا اننا نخدموا هاد الشيء في يدنا مع بعضو باش ديك المكونات تجانس، خاصة انه الزنجلان واللوز ملي كيطحنوا كيتزيتوا، فمن الاحسن اننا نحكوهم مع يدنا بهاد الطريقة باش كيتجانسوا مع بعضهم. وغندوزو باش نحضروا المكونات اللي بقاو اخرين. عندنا هنا زعفران شعره، غنعملو في واحد الكاس ديال الماء الزهر، نخلطو مزيان باش ما يبقى ناشف في القاع. وعندنا هنا الزبده، نقدروا اننا نعوضوها بالزبده بلديه باش نكونوا حضرنا شباكيه صحيه. عندنا هنايا واحد الصفار ديال البيضه. والشعار ديالي دائما عوضوا الحاجه الغير صحيه بالحاجه الصحيه. عندنا هنا الزيت، انا عملت الزيت شويه ديال زيت المائده وزيت العود، واحد المغروفه ديال الخل. تقدروا انكم تستعملوا الزيت البلديه فقط. هنا غنخلطوا المكونات مع بعضهم، وغنكبوا الخليط ديالنا مع المكونات اللي كنا خلطناهم قبل، وغنعجنوا هادشي كامل مع بعضه.
من بعد ما سالينا العجينة غنحاولوا اننا نقطعوا طريفات صغار باش تجينا ساهله في الخدمه ديالها. غنطلقوهم بالدلاك وغنجمعوهم على شكل رغيفة. كنجمعوهم على هذا الشكل هذا، ومن بعد غنغطيهم بسلوفان وغنخليهم مرتاحوا حتى الغد ليه عاد نشبكوا الشباكيه. هنا العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحات وفي الصباح غادي نطلقوها. الا كانت الماكينه ديال التطليق تكون افضل واحسن لانها كتسهل علينا الخدمه. الا ما كانش يكفي انكم تطلقوها بالدلاك، ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تقطعش وما تكونش غليظه. من بعد كنقطعوا للجوانب دابا غندوزو لطريقة التقطاع. غنقطعو 1 2 3 4 5، كنقطعو من الطرف حتى للطرف. 1 2 3 4 5، كنقطعو من الطرف حتى للطرف. بالنسبة للطريقة ديال التشباك ديالها غنمشي معكم خطوة بخطوة باش تعلموا انكم تشبكوا الشباكيه. كيف ما كتشوفوا كاين 1 2 3 4 5 ديال الصبعين داخل. كنطويو 2 على 2 بهاد الطريقه هذه، 2 على 2. كنقلبوها كيبقى لنا طرف واحد بوحدو. داك الطرف غنحاولوا اننا نجمعوه مع بعضو بهذا الشكل هذا، وغنتكيو عليه مزيان باش ملي تكون في الفران ما تهرجش او انها ما تفتحش. من بعد كنقلبوها وكنحاولوا اننا نخرجوا لهداك الورده على برا بهذا الشكل هذا.
انا كان الاختيار ديالي انني نطيبها في فران على حسب باش تكون شباكيه صحيه، ما تاخدناش يعني ما تشبرش الزيت بزاف، ما كتجيش محمره بزاف، ولكن الاهم انها تكون صحيه. بالنسبه للعسل كيبقى الاختيار ديالكم، تقدروا انكم تستعملوا العسل طبيعيه كيكون الثمن ديالو شويه زايد، والا تستعملوا العسل العادي اللي كنستعملوه دائما في الشباكيه. والعسل ضروري ما نخفوها بشويه ديال المزهر باش ما تبقاش معقده بزاف، باش كتجي لنا ساهله في الخدمه ديالها وكتدخلنا في الشباكيه. غتشوفوا الفرق. الشباكيه اللي فوقي عملتها في فران ما جاتش محمره بزاف، والشباكيه تحتاني قليتها بالزيت كتجي محمره. ولكن دائما كنقول لكم بدلوا الحاجه الغير صحيه بالحاجه الصحيه، هكذا افضل، كتجي مقرمشه ولذيذه. ما تنساوش انكم تجربوها، وللطلب تقدروا انكم تواصلوا معي على الانستغرام ديالي، غتجبروه اسفل الفيديو. بسلام عليكم.